طاقة وقامة متميزة. شكرا طبعا لكل من ساهم في أن تكون هذه المحطة. شكرا بداية لرفيقنا السي مصطفى البرايمي على اختياره هذه المقتطفات من برنامج شهير لرفيقنا المرحوم نذير يعقوب. وشكرا طبعا لمساهمتين أساسيتين في هذه المبادرة. الشكر بداية لنجلة رفيقنا العزيز المرحوم نذير يعطا، سوسن يعطا الحاضرة معنا، لأن سوسن يعطا استطاعت أن تقوم بتجميع مئات المقالات التي كتبها نذير يعطا رحمة الله عليه في محطات مختلفة من مسيرته النضالية الإعلامية السياسية وفي منابر مختلفة. ستجدون أساسا في هذا الكتاب كل ما نشره في جريدة البيان باللغة الفرنسية طبعا. وعندما أقول بأن سوسن قامت بهذا المجهود من خلال تجميع ما يزيد عن 1000 مقالة، أعتقد 1200 أكثر من 3000 مقالة. وبالطبع لم يكن بوسعنا ولا بوسعي، وسأعود لسعد القدر لشكره على ما قام به. لم يكن بوسعي سعد القدر على وجه الخصوص أنه يصدر كتاب فيه 3000 مقالة، مسألة صعبة وصعبة جدا. إذن كان هناك ضرورة للقيام باختيار، والعملية كانت معقدة وصعبة. وشرعت فيها بداية سوسن بمعية بعض المجهودات الأخرى التي ساعدتها على ذلك، وهي مشكورة على ذلك. أريد أنني في ذلك نوه سي محمد خليل على وجه الخصوص الذي كان له إسهام كبير كذلك على هذا المستوى. لكن الجهد الأساسي قامت به سوسن، قراءة، إعادة القراءة. ومن ضروري أنني نقول لكم الحكاية ديال هذا الأمر، لأنه من أجل أن تقوم بذلك سوسن ذهبت إلى المكتبة الوطنية الفرنسية بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس، ووجدت كل المقالات وكل الجرائد وكل ما ينشر في المغرب. ومن دون شك أن عدد منكم يعلم بأنه هذه المكتبة تتوفر على كل ما نشر حول المكتب في طيلة القرن الماضي، وكذلك في هذه 20 سنة التي مرت من القرن الحالي، وربما بعض الأمور أقدم. ولطمأنتكم من الضروري أن ننوه بكم أن المغرب بدوره أصبح من خلال مكتبته الوطنية ومن خلال أرشيف المغرب أصبح كذلك يقوم بنفس العمل، ويتوفر على خزان أو على خزانة تضم عدد من الكتابات وعدد من المؤلفات وعدد من الوثائق التاريخية. إذا قامت بهذا المجهود واستطاعت بعد ذلك أن تجمع، وتحدثنا في الموضوع بدأت أساسا بدأت في هذا العمل، واستغرق شهور خاصة أثناء فترة الكوفيد أو نهاية الكوفيد وطيلة هذه السنة التي مرت، أو الجزء الأول من هذه السنة، حتى يكون هذا الكتاب. وبعد ذلك بدأ تعاون مع السي عبد القادر الرثناني. وقبل أن أتحدث عن السي عبد القادر الرثناني أريد أن أقول لكم بأنه لأن العديد منكم يمكن أن يتساءل ولما لم يقم الحزب بهذه المبادرة من قبل. أريد أن أذكر بأنه عند وفاة السي نذير رحمة الله عليه، عدد من الحاضرين هنا عاشوا هذه اللحظة،
بقرر قيادة الحزب آنذاك بحضور السي رحمة الله عليه أن نحتفل بالذكرى 40 لوفاته. وفي إطار التحضير لهذه الذكرى قمنا شجعوا ثلاثة ديال المناضلين كان لي الشرف أن أكون من ضمنهم، قمنا بالتجميع بنفس العمل الذي قامت به سوسن. وبعد ذلك قمنا بعملية الانتقال ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة وإلى يومنا هذا. وأقول ذلك في مساهمتي في هذا الكتاب، إلى يومنا هذا لا نعلم أين ذهبت هذه المقالات. في آخر محطة من المسار غابت هذه المقالات ولا نعرف أين ذهبت، وبالتالي لم نتمكن من إصدار هذا الكتاب. وبقينا هكذا نبحث عن إمكانية وتشخص من بلاص نيلة من لا تروفا devant. بقينا هكذا نتحدث فيما بيننا عدد من الرفاق والاصدقاء ديال السي نادر رحمة الله عليه باش نعاودوا هذه المبادرة. والحمد لله اللي وجدنا سوسن التي قامت بذلك. لذلك أريد أننا نهنئها على ذلك وعلى هذه المثابرة وعلى هذا المجهود الهائل اللي بذلته واللي كان عندنا فيه نقاش منذ سنوات في إطار العلاقة التي تجمع سوسن بالطبع بعدد من الأصدقاء السيناتية. فتبارك الله عليك سوسن على هذا العمل الهائل اللي قمت به واللي أعتقد أنه يثلج الصدر ديالنا جميعا ويثلج الصدر ديال عدد ديال الحاضرين. وكتلاحظي من دون شك أن في الحضور كاين رفاقه ورفيقاته، لكن كاين عدد من الشخصيات الوطنية وعدد منها اعتذر كانوا بودهم أنهم كذلك يحضروا. كاين عدد من القامات والطاقات السياسية والكفاءات التي تحملت مسؤوليات في بلادنا. كاين عدد من الأقلام البارزة اللي من الجيل ديال نادر كل واحد منهم كنحييه من هنا وكنحييها لأنهم واكبوا ذلك. كاين عدد من الناس الذين يأتون من فضاءات ثقافية فنية اقتصادية اجتماعية ثقافية مختلفة. وكما قلت كثير من هذه الطاقات والقامات اعتذرت عن الحضور. بغيت كذلك نوجه تقدير خاص وشكر عميق للسي عبد القادر الثناني، لأن لما كانت كتشتغل سوسن على المشروع هي التي اتصلت بالسي عبد القادر الثناني، هي التي قامت بالاتصال. والسي عبد القادر الثناني رحب على الفور بالفكرة وعلى عادته ذهب إلى نهاية هذا المشروع متحملا جميع المراحل المرتبطة بذلك إلى أن يكون هذا الكتاب الذي يوجد بالنسبة لبعضكم على الأقل بين أيديكم إلى أن يصدر قبل أيام. كان بودنا أن يصدر بمناسبة لسالون ديليك لكن لم نتمكن من ذلك، وكانت الأمور شوية كتطلب سرعة ربما كانت تأثر على جودة الكتاب. لكن سي عبد القادر الثناني أريد أنه باسم حزب كدير هذا والأصدقاء ديالو وبالطبع بنتو غتكلم بشكرك مباشرة ولكن باسمها كذلك أنني نتوجه لك بالشكر الجزيل على ما قمت به، على هذه المبادرة، على هذا المجهود اللي يمكن نقول لكم بأنه بالنسبة لا لنا ولا لسوسن أستسمح أن أقول ذلك، اسمح لي سي عبد القادر نقولها ولكن من ضروري نقولها، لم يكلف منا أي مجهود مالي لأن السي عبد القادر تكلف بكل المراحل ديال هذا الكتاب. تبارك الله عليك، شكرا لك على ما قمت به.